مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير، عمدة الدراما المصرية، صلاح السعدني الله يرحمه. ممثل مصري، ولد لأسرة ذات أصول ريفية، وحصل على بكالوريوس الزراعة. تاريخ ميلاده 23 أكتوبر 1943. تاريخ وفاته 19 إبريل 2024. توفى عن عمر يناهز 81 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. هو شقيق الكاتب الشهير محمود السعدني الله يرحمه. وهو صديق الفنان عادل إمام وسعيد صالح، واتخرج معاه من نفس الكلية، وكان بيشتغل معاه على المسرح. هو والد الفنان أحمد السعدني. كان أول ظهور لأحمد السعدني على شاشة التلفزيون مع والده صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية الجزء الخامس، وكان في آخر مشهد في الحلقة الأخيرة. قدم 211 عمل فني، ومنهم مسلسل الرحيل، مسلسل القاهرة والناس، مسرحية زهرة الصبار، فيلم شياطين الليل، مسرحية معروف الإسكافي، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل الضحية، لوكندة الفردوس، الدخان، الولد الشقي، عصر الحب، قرية الرعب، الرصاصة لا تزال في جيبي، المعجزة، كلام في الحب، أعظم طفل في العالم، أغنية على الممر، عادات وتقاليد، مدرسة الحسناء، أشجان، الأرض، الحب والتمن، زوجة بلا رجل، السكرتير الفني، كيف تسرق مليونير، شهيرة، شقة في وسط البلد، بائعة الحب، الشاطئ المهجور، خان الخليل، قلوب في بحر الدموع، طائر الليل الحزين، هكذا الأيام، الحساب يا مدموزيل، أم العروسة، حكمتك يا رب، زيارة ودية، غريب في المدينة،
لعنة الزمن، احترام نحن المجانين، الاعتراف الأخير، الليلة الموعودة، بدون زواج أفضل، قطار منتصف الليل، ألوف في بحر الدموع، الشوارع الخلفية، الشاهد الوحيد، أبنائي الأعزاء شكرا، نقطة نظام، الملك هو الملك، أوراق مصرية، السيف الوردي، للثورة حسابات أخرى، أرض الرجال، حارة الزعفراني، البطنية، بيت الباشا، مسلسل عمارة يعقوبيان، والإخوة الأعداء. ومن أهم أعماله مسلسل الناس في كفر عسكر اللي اتعرض سنة 2003. وأهم المشاهد اللي فيه فطومة وهي بتاكل الحمام. كان آخر أعماله مسلسل القاصرات اللي اتعرض سنة 2013، وكان بيعرض قضية مهمة جدا وهي جواز القاصرات. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.